السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من خطين حمر، ومعانا كالعادة الفيديوهات اللي هنعلق عليها مع بعض. وعلى مسرح خطين حمر دائما مسرح خطين حمر لا يخلو من الإثارة. ومعانا على مسرح خطين حمر، وهكشف مع حضراتكم النهاردة في الحلقة دي كيف تعمل لجان جمال ابن صباح. معانا الأستاذ عدلي القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي، وحضروا في برنامجهم ملك وكتابة اتنين من أهم لجان جمال ابن صباح. تعالوا نسمع الأستاذ عدلي القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي وهم جايبين الاتنين اللجان وبيستشهدوا بيهم في أحد أهم الأدوار اللي بتقوم بيه لجان جمال ابن صباح. وده قرار فني إداري إنه مع اللغط اللي أثير حوالين حراسة مرمى النادي الأهلي مستر مارسيل كولر. الأهلي طبعا عنده أزمة في مركز حراسة المرمى، عنده الحارس الأفضل بشهادة الجميع مصطفى شوبير، بيلعب عليه الحارس اللي ليه رصيد واللي ليه مريدين، ودي عاملة أزمة شوية مع الجمهور. وطبعا جمهور النادي الأهلي كله، لو سألت أي حد من جمهور النادي الأهلي مين يلعب الشناوي ولا شوبير هيقول لك شوبير، ومع ذلك الشناوي هو اللي بيلعب، والشناوي هو اللي ما بيرضاش يقعد دكة لشوبير، والشناوي هو اللي ما بيرضاش يدخل قائمة مباراة إلا لو هيشارك أساسي. ودي أزمة كبيرة في النادي الأهلي، عشان كده بيجي دور جمال ابن صباح ولجان جمال ابن صباح. تعالوا نشوف المنيسي والقيعي هيستشهدوا بمين من اللجان. نصر لمحمد الشناوي، عشان كده استحق إشادة الزميل محمد شبانة. لما نقول شابوه، الزميل محمد شبان أحد أهم لجان جمال ابن صباح، هو وقناته اللي بيشتغل فيه وصاحب القناة اللي هو بيشتغل فيه. عشان كده تعالوا نسمع بس ايه اللجنة بيقول ايه لكولر النهارده. وانا خد بالكم، انا من الناس القليله اللي قلت لكم لازم محمد الشناوي يلعب. طبعا، وان الاهلي هيخسر خساره فنيه فادحه لو مشي محمد الشناوي. بل قلت اللي عايز يعرف قيمه محمد. بالمناسبة انا مبسوط ان الشناوي بيلعب والشناوي بيشارك. احد اهم ثغرات النادي الاهلي هو محمد الشناوي، وانا مبسوط بالحملة دي بالمناسبة. الشناوي مع الاهلي يناشده يمشي سنه، يعني يبقى الشناوي مش موجود سنه، عشان الناس تعرف قيمه الشناوي داخل النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، سواء فنيا او كقائد داخل النادي الاهلي. الاهلي بتطمن جدا على البديل اللي هو مصطفى شوبير، لكن الشناوي حارس لا غبار عليه، ما فيهوش هزار. اخطا خطا، وخد بالك ده خطا مشترك بينه وبين الدفاع. اخطاء، يا بص لكل الاهداف اللي بتدخل في النادي الاهلي هتلاقيها 70 الى 80% اخطاء من الشناوي. عشان كده انا بقول لك انا مبسوط، وانا بتمنى ان الشناوي يلعب اطول فتره ممكن، واتمنى ان شوبير ده ما يلعبش. يعني انا وجهة نظري، بس انا يعني ايه، بظهر لك بس ازاي اللجان بتعرف تقود رأي عام وبتعرف تقود القطيع، وازاي بيستخدموا اذرعهم، اللي هو شبانه والاخ اللي جاي كمان اللجنه التانية. كمل يا شبان. لانه وارد ان الجول الكره ترد من ايديه. الماتش اللي فات بتاع شباب بوليس ده وارد ده يحصل، وارد. لكن فين نظام السردباكات اللي موجود، وفين الديفنس، وفين كوكا اللي كان موجود في نص الملعب بيضغط، ودخل لعيب واحد من البوليسداد اللي جاب الجول. بص، اي حد يشيل الا الشناوي وسط أربعة ولا خمسة من دفاع الأهلي وحط الكرة الجول. لكن ما تفهمش فيه إيه على الشناوي، تحس إن في حاجة على الشناوي والله العظيم، بدأت تحس إن في مقصود يعني الشناوي يحصل فيه كده. كابتن النادي الأهلي، احنا اللي بنهد، واحسن حارس مرمى في الاهلي، واحسن حارس مرمى في افريقيا، واحسن حارس مرمى في الدوري المصري. ولا شبانه احسن حارس مرمى في افريقيا ولا ما ايه؟ انت الان على باقة الشناوي ولا ايه؟ شوبير واد ظلم. ده احنا عملنا حلقات
على كيف تم مجاملة الولد بتاع حارس سان داونز على شوبير احسن حارس مرمى في افريقيا. ايه غيرنا الباقة ولا ايه؟ ده احنا عملنا قصة. اما حسام حسن لعب مصطفى شوبير وهو الافضل والافضل في افريقيا. ايه مستغربين ليه؟ عواد ما يلعبش شوبير ليه يلعب؟ شوبير ده احسن حارس مرمى في افريقيا. انا غيرنا الباقة ولا ايه؟ بقى الشناوي دلوقتي، الشناوي احسن حارس في افريقيا. ما كان شوبير. ده انت الان على باقة الشناوي ليه؟ عشان نوقف الازمة دي، مش ننفخ بقى في النار ونقول لا شوبير يلعب. لا، كولر اختار مين؟ الشناوي، يبقى هو الشناوي. السمع والطاعة. مين اللي كولر قال مين الافضل؟ الشناوي، يبقى الشناوي. شبانة ده لو كولر قرر ان هو يفرقع الشناوي ويلعب بشوبير، هتلاقي شبانة هو لجنة. مين الافضل حارس مرمى في افريقيا؟ شوبير افضل حارس، زي ما كان في المنتخب اما لعب على حساب عواد. مين يا شبانة افضل حارس مرمى في افريقيا؟ شوبير يا فندم. مين يا شبانة افضل حارس مرمى في افريقيا؟ ايه احنا رايحين فين دلوقتي؟ الشناوي يا فندم. بس السمع والطاعة هي دي اللجان، وهو ده دور اللجان. واحسن حارس مرمى او من افضل حراس المرمى العرب. فالاهلي عنده كنز اسمه محمد الشناوي. لذلك شابوه لمارسيل كولر ان هو ما انساقش خالص للكلام الفارغ ده. طبعا كلام فارغ بتاع ان شوبير احسن حارس مرمى في افريقيا. ده الكلام الفارغ بتاعنا ده. تأييدا لما قاله كابتن كابتن شبانة طبعا. ده تأييدا طبعا. عرفتوا ليه بقى؟ انا ايام الانتخابات قلت لكم ان هاني العتال ده وابوه اهلاويه، وان هيبقى اللي قاعد على كرسي مجلس اداره نادي الزمالك او نائب مجلس اداره نادي الزمالك اهلاوي لو نجح. انا ما كنتش بقول كده عشان انا بحب مثلا هشام نصر. هشام نصر اسوأ واحد في المجلس، بس هاني العتال كان هيبقى اسوأ. ليه؟ لانه اهلاوي وابوه اهلاوي، واخدين الزمالك ده ماده. ما هو محمد شبانه ده في قناه هاني العتال في ETC. بص يا باشا على احد اهم الازرع ابو المعاطي زكي، وشوف بيشكر قد ايه في الحاج مجدي العتال. حاج مجدي العتال اللي كان بيديه هو وعبد الناصر زيدان بشهاده عبد الناصر زيدان فلوس عشان يكسروا في مرتضى في الزمالك بحجه معاداه مرتضى منصور. يعني بحجه ان هو بيعمل كده بيدي ابو المعاطي وبيدي عبد الناصر زيدان. ده عبد الناصر زيدان اللي قال بحج يهد في الزمالك بحجه ايه؟ اصل انا بهد في الزمالك نكايه في مرتضى. طب هو مرتضى مش موجود، هاني العتال بيهد ليه في الزمالك دلوقتي؟ وعلى فكره لو كان هاني العتال هو نائب رئيس نادي الزمالك كان هيحصل برضه نفس اللي اوعى تفكر ان هو كان هيغير المنهج. كان هيبقى قاعد على الكرسي واهلاوي. خش على اللي بعده يا عدول. ان اي مدير فني حصيف لا يستجيب للضغط على نجم هو محل ثقة افريقيا. قرار مستر كولر بانصاف الشناوي استنادا لتاريخه وعطائه وقيمته ومكانته قرار يحترم. شبان عمل له شابوه، ومحمد الليثي كمان اشاد بيه. مين بقى؟ محمد الليثي. خريج ايه محمد الليثي؟ خريج قناة الاهلي. قول يا ليثي. على فكره من الحاجات الحلوه اللي عجبتني جدا في ماتش النهارده وقرار كولر انه يبدا بالشناوي. انبسطت جدا جدا. كنت قلقان جدا لا يقعد الشناوي النهارده، مش قلقان من شوبير، لا شوبير حارس دلوقتي بقى. انت دلوقتي في النادي الاهلي وصلت للمرحله شوبير يلعب هكذا تعمل لجان جمال ابن صباح. الازمه فين؟ الشناوي وشوبير. فاكرين عبد الواحد والحضري؟ شفتوا الاعلام وقتها كان بيعمل ايه؟ لا، الازمه فين النهارده؟ الشناوي وشوبير. يبقى احنا هنعمل ايه يا اولاد؟ يجمعهم كده ابن صباح، يجمع بقى شبانه والليثي وابو المعاطي
والولا بتاع الاعداديه طفل المعجزه، والولا ابو ضفيره. كل الاشكال دي تتجمع، كل الاشكال دي. ايه يا ولاد هنعمل ايه؟ جمال ابن صباح يقعد معاهم. ايه، عندنا ازمه النهارده، والاعلام هيبدا ينفخ في النار، والزملكاويه هيبداوا ينفخوا في النار، ويعملوا ازمه ما بين الشناوي وبين شوبير. طب احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه يا ابن صباح؟ بصوا يا رجاله، هنشوف كولر هيرسي على ايه. عارفين مطرح ما ترسي دقلها؟ احنا العمده بتاعنا في فيلم الزوجه التانية عمدة مطرح ما ترسي دقلها. قعد العمدة يتفرج مين اللي هيكسب، من الفلاحين ولا اهالي دونشواي من الانجليز ولا اهالي دونشواي. لو الانجليز كسبوا يبقى احنا العمدة مع الانجليز، بيأمن نفسه. لو اهالي دونشواي كسبوا العمدة مع الاهالي ومع الناس ومع الشعب. فهو مطرح ما ترسي ايه دق. شوف كولر هيختار مين. كولر هيقرر ايه؟ قرر الشناوي. اذا كلنا الشناوي، والشناوي افضل حارس مرمى في افريقيا وفي العرب وفي العالم، ويا ماده ويا ما عمل، ويلا ندافع ويلا. عارفين لو كولر كان استقر على شوبير، اقسم بالله كل هي البرامج دي، شوبير افضل حارس في افريقيا والكلين شيت وعمل انجاز تاريخي في دوري الابطال اللي فات واو. هكذا تعمل لجان ابن صباح. خش على اللي بعد، واحد اللجان ابراهيم سعيد، وجايب مع احمد عادل الباك اليمين الاهلي. انا فاكره كان ما شاء الله لعيب جامد يعني. كان ايه، يشوط الكرة بالشمال، هو كان باك يمين، يشوطها بالشمال ويرفع الهوا باليمين والكرة تطلع اوت. بياخد 25 مليون جنيه ده في المعلن. ده انا كده بص يعني قايل 12. اتكلم عن شيكابالا، يعني بياخد 25 مليون جنيه في الزمالك. خد هو كده اعلى من زيزو، عشان زيزو المفروض ان هو هياخد من النادي 20 مليون والباقي من فلوس من بره بقى خارجيه. انا بقول لك يا كابتن، انت شيكا على مدار سنتين انت او 3 سنين انت ما بتاخدش منه المردود اللي شيكا يعني سنتين يعتبر 50 مليون جددوا له 50 مليون. هل الزمالك استفاد منه؟ خالص. انا مش بقول لك دي تكلفه على خزينه النادي. تكلفه. هل انت فكرت في المجموعه؟ طب هي تكلفه على خزينه النادي مش على خزنه امك يعني. الموضوع بسيط. يعني انت لو بتطلع ال 25 مليون من خزنه امك كنا زعلنا. انما بتطلع منين؟ من خزنه الزمالك. وطالما طالعه من خزنه الزمالك مش من خزنه امك، يبقى انت مال امك. صح؟ ايه رايك؟ طالما هي مش طالعه من خزنه امك يبقى ما تشغلش بال امك، يبقى انت مال امك، يبقى خليك في امك. صح كده؟ قلت 12 وكنت مستكتر. انا بقول لك 12 يا كابتن وانا يعني ده طلع 25. طلع 25. بس انا بكلمك في ايه؟ هل انت فكرت ان انا دلوقتي فكرت في الازمه اللي عندي، درت الازمه بشكل كويس؟ لا. طب ما انا شيكا، انا بقول لك من سنه ولا من سنتين يا شيكا احنا دي هتبقى اخر سنه، اطلع قدم اعتذار. اللاعب بتاعنا وبنديله فلوس من عندنا وما عندناش مشكله، ومكمل معانا لحد ما يوصل 50 سنه. يلا حط لها قطره بقى وسيبها فتره. هو انا كابتن طول ما انت والله ما انت هتخاف من شيكا. انا عمري ما شفت مجلس اداره بصراحه بحجم نادي الزمالك انه يخاف من لعيب. انت هتخاف من شيكا وهتخاف من زيزو وهتخاف من عبد الله السعيد وهتخاف من ناصر جماهيري. اسمع بس هجيب لك خالص، اي لعيب جماهيري في نادي الزمالك هيتخاف منه. احنا بنخاف من اللعيبه الجماهيريه فعلا. مالكش دعوه انت، خليك في امك. ايه رايك؟ ركز مع امك. اما تبقى تطلع جنيه من جيب امك يبقى اتكلم وبقى خاف. بس يا اخي حاجه غريبه في العيال القطيع دي، ليه يقول لك ايه؟ انا شيكابالا ده ارقامه يعني خد كام بطوله يعني. تقول له مثلا شيكابالا خد 17 بطوله، معنى ايه يعني 17 بطوله يعني؟ ده مش رقم يعني البطولات اللي هو واخدها دي. وبعدين كان مؤثر في كام بطوله منهم يعني، بعد على الدكه وينزل يحتفل بالكاس. طب يا عم شيكابالا ما خدش بطولات ولعيب مش مؤثر لا في وعمل ايه يعني مع منتخب مصر يعني؟ وعمل ايه مع الزمالك يا عم؟ ما خدش بطولات ولاعب مش مؤثر لا في الزمالك ولا في منتخب مصر، ولاعب ماليش لازمه وعلى قده
والفلوس اللي هو بياخدها دي فلوس حرام، وال25 مليون كتير عليه، وهو لعيب تعبان. حرقك ليه؟ طالما هو فيه كل ده، حرقك ليه؟ مولع منه ليه؟ ما بتبطلش مجايب في سيرته ليه؟ ما بتشتمش غيره ليه؟ طالما قليل يا عم، قليل لينا. هو انت يعني عايزه نجم؟ هو انت عايزه عنتيل؟ ما هو ما انا بقول لك اهو، الشناوي قليل واقل من شوبير، وانا بتمنى دايما ان الشناوي هو اللي يشارك مع الاهلي. ليه؟ لان الشناوي اقل، ما اتمناش ان شوبير. ليه؟ لان انا بتمنى لك ان اللي يشارك عندك اللاعب القليل، ما تتمناها لي انت كمان. محروق منه ليه؟ قليل وما خدش بطولات وتعبان وعايش عالة وبيقبض فلوس كده ومن غير ما بيلعب. حرقك ليه؟ تعبك ليه؟ بتشتمه ليه؟ مش حاطط غيره في دماغك ليه؟ يعني بطل جاب للزمالك قرب. خش على الحراق اللي بعد، وجايبين واحد كده مع الاخ سيف زاهر، النجم سيف زاهر، معرفش مين ده. هل لو قاعد في الزمالك يبقى في ازمه في الارقام فيما هو طبعا غرفه خلع ملابس طبعا. وسعيد ان كان مثلا نجم زي شيكابالا عنده الروح الحلوه دي. بيتكلم طبعا عن زيزو على قعدته في الزمالك تعمل ازمه طبعا في اوضه اللبس. بيصرح اكتر مره ان احنا عايزين نجدد له، ولكن تتكلم على فريق باكمله. النادي الاهلي في الحته دي محصن نفسه بقصه الفئات شويه، انه في فئه اولى وثانيه وثالثه. اللي كنت بتلعب كوره او النادي الزمالك ايه، مفيش فئات يعني. هو مش بس في الزمالك يعني، هو دايما يقول لك ايه، النادي الاهلي. ما الانديه كلها فيها فئات، مش انديه مصر، انديه افريقيا فيها فئات، انديه العالم كله فيها فئه اولى وفئه تانية وفئه ثالثه. اكرم توفيق فئه كام؟ ها؟ الواد امام فئه كام؟ ما كله فئات. ما كل اللعيبه الاساسيه اللي بتشارك او النجوم الفرقه بيبقوا فئه اولى، اللعيبه الاساسيه اللي بعد كده بيبقوا فئه تانية، اللعيبه بقى الاحتياطيه وعلى الدكه وفي القايمه فئه ثالثه في كل العالم، مش في الاهلي بس، في الدنيا. بس ليه بقى؟ الحراق زيزو لو جدد لا ازمه، هيعمل ازمه في اوضه اللبس يا جماعه، والاعداد والملايين اللي هو هياخدها هتعمل ازمه في اوضه اللبس. انه هناك امام عاشور لا ده بيعمل هناك كنافه بالمانجا، ده ال25 بتوع ايمو، لا ده كنافه بالمانجا، مفيش ازمه في اوضه اللبس ولا حاجه، الدنيا جميله. طب الواد اكرم ما بدبدبش؟ لا ما بدبدبش خالص في الارض والله ولا اي حاجه. ده الازمه هناك بس في الزمالك، في اوضه لبس الزمالك بس عند زيزو. يا اخي ده اكرامي طلع قال لك لعيبه الاهلي مستنيه اما زيزو يجدد. ويستنوا زيزو ليه؟ ما عندهم الشناوي وعندهم امام عاشور وعندهم اللعيبه اللي بتاخد 25 مليون، اشمعنى زيزو يعني؟ ولكن ده عاده النجم سيف زاهر، الفنان سيف زاهر. انت عايز بس تعالى بقى على شوشو. ما تتجاوزش في حق حد، وده الصح اللي احنا عايزينه. انا النهارده بجيب جون واعمل الحركه دي. بيتكلم بقى عن امام عاشور، شريف عبد الفضيل مع الطفل المعجزه امير هشام. براحتك. عجباني جدا. خلاص، ولكن احتراما للانديه الثانيه ما تحاولش تلمح عليهم باي حاجه بقى. هو بيتكلم على احتفال امام عاشور، يعني انه في الماتش بتاع اسمه ايه الفرقه بتاعت كوتيفوار دي، استاد ابيجان، انه احتفال زي زيزو عمله قبل كده يعني، بس يعني بيقول له ما تجرحش يعني في احتفالات تانية، بس مش اكتر يعني. ده لو هو يقصد كده، ده لو هو يقصد، هو للامانه لو هو يقصد كده فهو يبقى غلطان طبعا. كل الغلط طبعا. بس بص بقى الطفل المعجزه بقى، بص الطفل المعجزه بقى قال له بالامانه يعني الواد امام لو يقصد الصراحه يعني في احتفاله الزمالك يبقى غلطان 3 غلطان لو يقصد. انت تقدر تمسك حاجه في ايدك تاكد لك ان هو يقصد كده؟ مش هتعرف. اصل هو في ساعتها عارف امسك ايه؟ عارف انا اقدر امسك ايه ولا؟ ها؟ هي كبيره شويه بس همسكها. عارف انا اعرف امسك ايه؟
طب وانت كنت مسكت ايه على شيكابالا لما عمل لكم كده في الامارات؟ مسكت ايه؟ لبست ها؟ كنت مسكتها ازاي؟ ما يمكن يقصد اي حاجه تانية، ما يمكن احتفال بيعملوا لادم في البيت عادي يعني. انت كنت مسكت ايه وهو بيشاور للجزمه يعني؟ هو الطفل المعجزه عايزنا ايه؟ ندخل بقى في النوايا بقى، ادخل بقى في نيه امام ها واطلع لي بانه يقصد الزمالك. طب ما احنا يا اسطى لو دخلنا في النوايا مش ماسكين حاجه، مش ماسكين حاجه. طب ادخل انت بقى في شيكابالا، في نيه شيكابالا لما عمل لكم كده في الامارات وتعاقب ان هو كان بيقول لكم انا رفعتكم اهو. ادخل بقى يا طفل يا معجزه، مش انت معجزه، مش انت الطفل المعجزه. ادخل بقى نيه جوه نيه شيكابالا، ما انا هقولها لك اهو. طب ادخل بقى في نيه شيكابالا واطلع لي كده ان هو كان قصده ان هو رفع جماهير الاهلي. ادخل بقى جوه نيه شيكابالا لما شاور على الجزمه وكان قصده ان هو انتوا كلكم كده تحت جزمتي. ادخل بقى جوه النوايا زي ما هتدخل جوه نيه امام وتعرف ان هو كان قصده بالبالونه البيضاء الزمالك. ما انا اروح اجيب اي فانيلا حمراء في اي لاعب في الزمالك وادوس عليه. ادخل بقى في نيتي. بص الدفاع عامل ازاي. لا ادخل بقى في النية. يعني الطفل المعجزه مش عايزنا ننتقد امام عاشور ليه؟ اصل احنا ما دخلناش في نيته. واحنا كنا دخلنا في نيه مين؟ صورة بنته يا جماعه، انا بقولها لبنتي وبتاع. يعني المفروض حتى صورة بنته دي منزلها اي حد يفتكر ان هو كان يقصد مثلا الزمالك او حاجه، فخلاص مش هيقدر يفتكر كده يعني. ما خلاص هو نزل صوره مع بنته خلاص يعني. حتى لو انت فاكر الزمالك ولا حاجه، لا ما خلاص، ما الراجل نزل صوره مع البنت خلاص. انا دايما بسال نفسي سؤال. ده بقى فيديو مهم جدا بقى للاخ عادل القيعي وابراهيم المنيسي، جايبين احمد عبد الرؤوف في تدليسه كده حصلت على الهواء مباشره من عادل القيعي. تعالوا نسمع كده. هو ابراهيم المنيسي حاول يرجعه بس هو مصر على التدليس. تعالوا نسمع بس ايه هم جايبين الفيديو ده لاحمد عبد الرؤوف مع هاني حتحوت. والله يعني قبل الفقرات التحكيميه اللي هي اتلغت وقبل كل الكلام ده الموضوع كان وصل ازاي؟ يعني قبل يعني لا في حاجات موضوع صعب جدا. يعني في حاجات على مستوى التحكيم انا اتكلمت فيها قبل كده يعني، لا على مستوى حتى التعامل لا بره الاهلي والزمالك الموضوع مختلف. الاهلي حط اربع ستيب يعني 4 خطوات كده حط الزمالك. انت شايف كده؟ طبعا الاهلي، وده مش عشان خاطر انا زملكاوي. هو قال لك الاهلي بيتجامل وبعد كده حط 4 خطوات او 4 ستيب وبعد كده يجي الزمالك. بص عدلي بقى هيقلوظها هيلفها ازاي عدلي. اقول لك يمكن عشان انت زملكاوي شايف كده. تصدق ان راجل منصف جدا لما يبقى راجل زملكاوي شايف انها 60-40 لا شايف الاهلي بيجامل بس. قال لك 60-40. لا يا عدلي ما قالش 60-40، ده قال الاهلي وبعد 4 خطوات يجي الزمالك. بص المنيسي هيحاول يلحقه في التدليسه عليا وبعدين ب4 يا عم. هو انا الراجل مش واخد بالي بيتقال ايه؟ ما انت بتروح موقفني بالمعنى بيطير كده. يعني ده اعترف عشان يعترف ان الزمالك بيتجامل فراح مطير في الاهلي شويه. ده هو كل احتجاجاته واتشال في ماتش علشان انت حتى هتطلعني يا ابراهيم من الفكره وتقول لي 4 خطوات وهتضيع لي التدليسه بتاعتي. هتطير الفكره يا ابراهيم، ده هو اتشال في ماتش. المجاملات والمجاملات اللي شافه في الماتش ده ما تقوليش بقى يوم ما يقول لك بعيد فاكرين 60 للاهلي يعرف انها 80-10 ولا 90-10. هو ما قالش 60-40، هو اوله 60-40 خلاص. هو الوظها في 60-40 عدلي خلاص. ده بيقول له ايه بقى؟ انت اتشلت في مباراه عشان مجاملات. فاكرين ماتش بلديه المحله؟ احنا جبناه في خطين حمر على الحدث. فاكرين الجون بتاع مودست اللي جه في الدقيقه 94؟ كانت 1-1 ومودست جاب جون في الدقيقه 94 والخبراء التحكيم كلهم اجمعوا على انها فاول لرامي ربيعه. ما هي دي بلديه المحله يا عدول. هي دي المجاملات يا عدول. هات لي انت بقى مجامله في ماتش الزمالك وبلديه المحله. 10
على طول كده، لان هو مضطر يقول كده. يعني انت متوقع ان يقول لك 60-40 للزمالك؟ واحد لعيب سابق في نادي الزمالك مستضاف من اعلامي زملكاوي، متوقع جد وقال لك اعلامي زملكاوي، خلى هاني حتحوت زملكاوي خلاص عشان يجاوب السؤال هيقول له 90-10 يا استاذ ابراهيم؟ طيب هي الكلام على انه الاهلي بيتجامل اكتر والاهلي بيتجامل كتير، والسؤال موجه لواحد زملكاوي، تنتظر ايه من اللاعب؟ خاصه مع تكرار السؤال في اليوم اللي قبله مباشره للكابتن مروان حمدي. وما ادراكم من مروان حمدي؟ من مروان حمدي؟ مش عارف محروقين ليه من مروان حمدي. راجل مبدئيا مش بس اساء للنادي الاهلي وجماهيره، راجل مختصم من قبل الجماهير الاهلي امام النيابه العامه. الله. راجل مشكو في حقه لدى رابطه الانديه ضد النادي، ضد اللي حصل منه في اتجاه النادي الاهلي. هل ده صف سليم عشان يسال على موقفه من التحكيم ورايه في التحكيم بيجامل الاهلي ولا لا؟ وليه؟ لا مش صخ سليم. امال الواد امام صخ ايه؟ صخ سليم ولا مش صخ سليم؟ طب ده شتم جمهور، بس ده شتم جمهور بلعيبه برموز بآلهة. عرفتوا اما قلتلكوا ان وجود امام في الاهلي ده عشان يكسر اصنام ايه؟ مروان حمدي هذا الزنديق الذي تطاول على جماهير النادي الاهلي، هل ده صخ سليم عشان يتم استضافته في البرامج ونسأله الاهلي بيجامل تحكيميا ولا هو شاتم جماهير الاهلي؟ وامام عاشور عمل ايه يالا مع جماهير الاهلي ومع آلهة الاهلي؟ عمل ايه مع صالح سليم وحسن حمدي وشوبير والجمهور واللعيبة؟ اسمعك السيمفونية، اسمعها لك، ولا دلوقتي ايمو وبتتعمل حلقات عشان تدافعوا عنه؟ انما مروان حمدي هذا الزنديق اللي مش صخ سليم عشان يتطاول على جماهير النادي الاهلي وليه سابقة في النيابة مشكو في حقه. سجب الاهلي ده واحد كاره للاهلي ومتورط في قضيه مع الاهلي وسب ولعن، والتاني راجل لاعب ومدرب للزمالك. الله، كاره للاهلي ومتورط مع الاهلي وسب وامام ايه؟ حضن وبس ولا ايه؟ امام عمل ايه يا منيسي؟ ما سبش وما لعنش التخين؟ وكلاهما لاعب سابق في الزمالك، هل من المهنيه في شيء؟ طب ما امام برضه لاعب سابق في الزمالك عادي. يا اخي كل حاجه راكبه عليه. عن حجم تقدير المجاملات للاهلي، الحقيقه مساله في منتهى الفجاجه. انا مش عايز اجيب مروان حمدي على شاشه الاهلي لانه كمان جيب لنا امام. ها شوبير استضيفه حارس الاهلي. مش عايز يجيب مروان حمدي على شاشة الاهلي ليه؟ اصل شتم الجمهور بس. انما امام بنجيبه عادي ليه؟ اصل شتم جمهور ولاعيبه ورموز والهه والتخين. عرفتوا اما قلتلكوا امام بيهدم اصنام؟ هي دي الاصنام اللي بتتكسر. اللي قالوا في حق الكابتن سيد عبد الحفيظ يحاسب عليه الكابتن هاني حتحوت قبل هو جايبه عشان قبل مروان حمدي. هو جايبه عشان قال ايه ده؟ بيرد. انت عمال تقول له القضيه وعملت ايه والتاني بيبرر اصل اتشتمت. من امتى بيسمح للاعب انه يسب النادي والجماهير لمجرد اصل المدرجات شتمت ضدي؟ ما هو ده بيحصل في كل الظروف وكل المباريات. ازاي مهنيا يسمح للاعب بالترويج لسلوك زي ده؟ ازاي؟ ازاي يشتم؟ امام كان بيعمل ايه؟ مش موضوعنا. طب انت اتعاقدت معاه ليه؟ بس كان في الزمالك. طب ما مروان كان في بيراميدز. ما تغيرش الموضوع. ازاي لا يلام اصلا على لفظ قاله بمنتهى التدني اللفظ اللي حصل، وبعدين يتقال له طب وسيد عبد الحفيظ لو الراجل مش عارف في الادب ومش عارف ايه عمل ايه مع حسين الشحات؟ بص بيلوم مروان حمدي على رد فعله تجاه سيد عبد الحفيظ
اما سيد عبد الحفيظ قال له انت قليل ادب، فمروان حمدي قال له انا حتى مش هقول لك ان انت قليل ادب، ومش هقول لك يا سيد، هقول لك يا كابتن سيد. فالمنيسي زعلان قوي ان مروان رد. يعني هو مش زعلان من سيد عبد الحفيظ ان هو قال على مروان حمدي ان هو لاعب قليل ادب او شخص قليل ادب، لا مش زعلان. زعلان ليه؟ اصل مروان رد عليه، ما يصحش سيد يقول اللي هو عايزه، مش مهم. انما مروان يرد ايه الفجر والفجاجه دي، بيقول كده ايه الفجاجه دي. يا منيسي، يا منيسي. يا عسل انت، يا عسل. لكن ما تبقاش اوحد. خش بقى على الطعم ده، عادل عبد الرحمن طعم طعامه عسول. عايز اروح الاستوديو اجيب له مصاصه وهو طالع. قول يا حدول. مش لعيب او اتنين او تلاته، حتى لما نيجي نتكلم واحنا بنجدد لاي لعيب، النادي الاهلي يجدد لاي لعيب ويديك نص ساعه، ما بيديكش اوقات، يقول لك نص ساعه فكر، عايزنا اهلا مش عايزنا بره. النادي الاهلي هو بيجدد، اديك نص ساعه، عايزنا جدد مش عايزنا بره. ولا اكرم بقاله شهرين بجدد اولا. اكرم توفيق اولا مجددش ليه؟ نص ساعه ما خلصتش ولا ايه؟ اديته اكرم كام ساعه عدول النبي يا حبيبي. انا سامع ان هو ماضي في قطر، وسامع ان انتوا عمالين بتبوسوا في رجله اليمين والشمال. عرضت عليه 10 قال لك شويه، 13 يا اكرم، لا شويه. طب نص ساعه يا اكرم، لا والله عدت النص ساعه. طب خد 15 يا اكرم، لا والله 25 زي امام، انا جاي لي $1,000,000 من قطر. ولا اكرم نص ساعه. الكلام ده طبعا بقاله نص سنه. بقاله 6 شهور. لأن الاهلي اصنام. ايه الصنم؟ الاهلي نص ساعه كابتن الخطيب، نص ساعه ترد علينا. اهلي ما عارف هتقال امتى الكلام ده؟ اما يمشي اكتر، قبل ما يمشي بنص ساعه كده. وطلع الكابتن الخطيب، والكابتن الخطيب بقى له 6 شهور بيبص رجل الواد عشان يمشي. وطلع الكابتن الخطيب قال له هلا اكرم، نص ساعه ولا ترد علينا، تلعب في الاهلي ولا لا؟ عدى 31 دقيقه، كابتن الخطيب خد قرار ده ممنوع التجديد لاكرم توفيق، زي ما حصل مع رمضان صبحي كده. ده لو مشي اكرم. طب ما مشيش اكرم وخرج الكابتن الخطيب قال له امضي يا اكرم على بياض يا ولد، يطلع العقود وماضي اكرم توفيق على بياض للنادي الاهلي. بياخد كام محدش يعرف. خطيب قال له يا اكرم النادي الاهلي هيقدرك يا كرومه هيقدرك. واكرم تلاقيه ماضي بال 25 مليون اللي هو قال عليه. والنادي الاهلي هيقدرك يا كرومه عشان انت قدرت النادي الاهلي، ضيت على بياض. هكذا هي الاهلي ومبادئ الاهلي والاصنام في الاهلي. شغله كله بكش. لانه التيم اكبر من اي لاعب. لو اتكلمنا على اللي بطلوا، كابتن محمود الخطيب بطل، ما كنا قفلنا النادي. كابتن طارق ابو زيد بطل، ما كنا قفلنا النادي. لو هتجدد برقم كبير تجدد. هو ايه الحكايه دي بقى؟ يقول لك ايه؟ اصل في الاهلي اللعيبه بتبطل وما بنقفلش. طب ما في العالم كله بيبطل، ما فيش نوادي بتتقفل اصلا. ما كله في الزمالك، مش بلاش الزمالك، حرس الحدود عبد الغني بطل، واحمد عيد عبد الملك بطل، ما قفلوش النادي. ايه الحكايه؟ ايه حكايه الوهم والخداع ده؟ ايه يا جدعان الوهم اللي انتوا عايشين فيه ده؟ يقول لك اصل في الاهلي الناس بتبطل وما بنقفلش النادي. ما عادي يعني، ما في العالم كله مفيش انديه بتقفل اصلا. مين في الاهلي دلوقتي برقم كبير؟ لا ما عندناش رقم كبير. انا من وجهه نظري لعيبه مصر كلها الارقام مبالغ فيها جدا. انت عايز اقصى لاعب ياخد كام؟ يعني عشان الغلاء اللي احنا فيه مثلا مش اكتر من 15 مليون جنيه. ده وجهه نظري. حضرتك عايز تدي الشناوي امام عاشور وحسين شحات 15 مليون؟ طب اديهم ليه لا؟ ليه لا؟ طب ايمو بياخد 25 مش مهم، بس انا اديله 15. لانه احنا
هشك. جميل عادل. حد يشوفوا لنا كده واحد له مصاص. السلام عليكم.